ازيكم عاملين ايه واخباركم ايه ويا رب تكونوا بخير. لا دور برد عالي عالمي عالمي. جروس. وكالعادة طبعا جمهور الزمالك منقسم ما بين مؤيد لجروس ومعارض لجروس. فالسؤال هنا، هل جروس هو الاختيار الامثل لتدريب الزمالك؟ لا طبعا، هو الاختيار الاعل الاعل في الوقت ده. هو مش الامثل خالص، بس انت مفيش وقت لدراسة سيفيهات وي. انت عاوز تجيب مدرب، هوب اخش في المعمعة على طول. فكان جروس هو الاختيار الاعلى. انا هجيب لك مدرب عارف يعني ايه افريقيا، عارف يعني ايه دوري مصري، الجمهور بيحبه. انا هشيل حبل المشنقه من على رقبتي بجروس. بس في نفس الوقت جروس مش مدرب عبيط، هو فاهم ده. الناس اللي بتقول جروس عنده زهايمر، يا جماعه فكوكم من الكلام ده يا جماعه. الخبر الفيك اللي معمول على الايد ده، اللي هو معمول هاند ميد ده، وتم اقالته لانه مزهايمر. الناس اللي بتقول انه كبير، يعني هو احنا ما جبنا بريرا وخد بينا دوري وكاس كان بيلعب لهم عقله في التدريب؟ فجروس في الوقت الحالي هو الاختيار الاعلى. ليه؟ انت جايب مدرب عارف الاجواء وعارف الدنيا وعارف الزمالك وعارف جمهور الزمالك، وواخد معاك كونفدراليه واخد معاك سوبر سعودي. في انتقادات ليه، قشطه. بس ايا كان، هو احسن من فكره وجود مدرب مصري. ايا كان، احسن من فكره تصدير لي معتمد جمال واستنى ليناير. لا، انت كده النهارده ولاول مره ادارتنا بتعمل حاجه بسرعه، بتعمل حاجه بسرعه وحاجه صح. انت جوميز سايبك ما اسبوع، هوبا اسبوع بقى عندك مدرب. فده ملف كويس اللي انت اتحركت فيه، كويس فشخ. انت خالفت كل التوقعات. انت اتحركت بسرعه جدا في الملف بتاع الجروس ده، او في ملف المدرب. وجبت مدرب مش مدرب اي كلام، لا، مدرب يمتلك من الخبرات ويمتلك من المواجهات مثلا اللي هتخليه ان احنا نعرف نستفاد منه، ان هو هيفيد الفريق. طلباته اوامر، طلباته اوامر. ما هو مش ساحر. انت برضه مش جايب الساحر مدحت. انت مش جايبه قدام مش هيعمل لك من الفسيخ شربات. ده هيطلب يا باشا. فاللي هو يقوله يتعمل، اللي هو شايفه الراجل اللي هو الخبره ده اللي هو شايفه يتعمل. ليه؟ لان هو اكيد شايف احسن منك، وهو اكيد شايف احسن من كابتن احمد سليمان، وهو اكيد مفيش لعيب يجي المدرب مش قايل عليه. تجيب اللعيب يشوفه قال لك لا، مش تروح تتعاقد معاه. لا يا باشا، لو على التدعيمات افتح باب النادي لكل الوكلاء، كل اللي عنده لعيب يتفضل. ما توقفش التعامل على وكيل معين. لو جروس لو جروس فرض مش هتاخد معاه بطولات السنه دي، بس انا اقول لك ممكن تبني معاه فريق يفيدك السنه الجايه. هيفيدك. جروس هيعرف يكاتشن، هيعرف يقول لك ايه الصح، هيعرف يقول لك ايه الغلط. انت جايب يعتبر مثلا ايه، خبير، وهو معاه مساعدينه وهو معاه الدنيا بتاعته، وهو يقول الصح وايه الغلط. هو مش مطلوب منه يتشقلب. ما كان فيريرا كده، الدنيا شغاله وهو اللي بيحط اللمسات الاخيره، هو اللي بيكاتشن في الماتش، هو اللي بيفكر، هو اللي بيعمل، هو الكلام ده كله. انا مش طالب من واحد مثلا معدي 70 يقف يتشقلب لي، لا خالص. وهي مش بالشقلبه ولا بالحزقه اصلا يعني. ما كلهم عندنا هنا في مصر بيحزقوا، شفنا منهم ايه يعني. فهو الاختيار، انا قلت لك هو الاختيار الاعلى. ما تجيش تقول لي هو قاعد بقاله 3 سنين في البيت، الاهلي جايب كولر اللي خد شروه البطولات دي كلها وهو قاعد على القهوه في سويسرا يعني. بس هو وفر له سبل النجاح، اداله كل الاوبشن اللي تخليه ينجح، اداها له. ما قالوش انا جبتك وانت بقى تصرف، لا مفيش الكلام ده. فانت خطوه اولى
في المهام اللي انت موكل بيها في ديسمبر ويناير انت عملتها، جبت مدرب قشطه وجروس حلو، جروس وخطوه سريعه، خطوه سريعه. بتبين حاجه ان طريقه الشغل الى حد ما في ملف المدرب كانت طريقه شغل غير تقليديه وسريعه، وانت مش معودنا على كده، ده انت ابطأ من السلحفه. فدي كويس جدا، الخطوه دي كويسه جدا. يا ريت بقى ايه اللي اتعمل مع جروس ده، والسرعه في الكلام والسرعه في الاختيار والسرعه في التعامل مع الموضوع يبقى بقيه المواضيع في بقيه الملفات. انت عندك تجديد زيزو، انت عايز تدعيمات، انت عاوز تصفي من الفرقه دي ناس، لازم جروس طبعا يشوفهم. وكويس جدا ان جروس جه دلوقتي، وكويس جدا ان هو هيشوف الفرقه وهيقول لك، هيفيدك بكل الطرق. انت مش جايب برضه واحد اي كلام. وانا بقول لك الاختيار الاعقل بجد جروس ده. في ناس اللي هم من مدرسه عاوزين مدرب بافكار جديده في مدرسه جديده، مدرب كذا كذا. ده انت قشطه، انت بتتكلم صح، بس في الوقت ده ما ينفعش. ليه؟ لان انت مثلا مش بتجيب مدرب ما بين نهايه موسم وموسم، ففي فتره فهيجي فهيعمل فهيقعد ويقفل على الفريق ويحدد. لا، ده انت عاوز واحد بص اشتغل. هل نفخم من جروس؟ بص يا باشا، انا التفخيم من موضوع المدرب او اللعيب، انا لسه ما حدش يقول لي انا ماليش دعوه بالمره اللي فاتت بتاع الجروس. الله اعلم هيعرف يعمل ايه المره دي، ولا هيعرف يعمل حاجه ولا مش هيعرف. بس الراجل لازم له تدعيمات عشان يعرف. ما تكتفش ايده ورجله على قضيب القطر والقطر جاي وتقول له انقذ نفسك، ده اسمه فشل. اما تدعمه بطلباته، اما تلبي له احتياجاته، ابتدي احاسب جروس. ومش هحاسبه من ماتش ولا 2 ولا 3، لازم نبقى عارفين الكلام ده يا جدعان. لان الجروس هيقعد يجرب هوب هتلاقي فيه 15 لعيب هم الزمالك بس يا باشا، ما بتغيروش بس. وغالبا بيبقى رايه صح، يعني بيبقى غالبا الشويه اللي بيختارهم هم اللي صح. فبشويش كده الاختيار، بلاش يا جماعه بس نقعد ننتقد على الفاضي. لا، اختيار جروس هو اختيار عاقل، اختيار مناسب. برافو الاداره انها اتصرفت بسرعه في الموضوع ده، برافو جدا كمان. انا بقول لك في كده، دي طريقه غير تقليديه في التعامل مع ملف، وده بسطني فشخ. المط والتطويل وي ده غير اللي بسطني اكتر ان كان الاعلام كل واحد من في حد مبلغه حاجه غير التاني، وواضح ان كان في اشتغاله بتحصل في موضوع المدرب جوه مجلس الاداره، مفهمين ناس حاجه وناس مفهمينهم حاجه وهم بيعملوا حاجه ثالثه خالص. يعني انت فاهم انت يعني كان في كده، في ناس شكلها ما اتدخلتش في موضوع المدرب، اللي بيعطلوا المراكب السايره، في اللعيبه، وبيعطلوا المراكب السايره في المدربين، وبيعطلوا المراكب السايره في اي حاجه. فواضح ان هم ما اتدخلوش. وانا بتكلم توتال المجلس يا باشا. كويس جدا الخطوه دي. جروس هيكون النهارده موجود في ماتش المصري، ده شيء عظيم برضو، ان هو المفروض يعني هيكون موجود في ماتش المصري، وده شيء كويس جدا انه هيشوف اللعيبه في ماتش مهم. يا ريت كل لعيب النهارده فعلا يعمل اللي عليه، يقدم نفسه للراجل ده. هو متهيألي ما يعرفش منكم غير زيزو، متهيألي هو اللي بقى من الجيل اللي بقى يعني، او الجيل اللي كان معاه كان زيزو متهيألي في الكونفدرالية. فبس فاختيار كويس مش وحش، مش اختيار عظيم واو والعراب والكرة اللي بولي. اختيار كويس يتناسب مع ضيق الوقت، يتناسب مع العقل، يريح الدماغ. ما فيهوش جبنا كروس العراب ماما، لا مفيش الكلام ده يا بابا. عنده تارجت هو التاني، بس انا مش هبتدي اشتغله في التارجت بتاعه الا بحاجه واحده، ان يتوفر له تدعيمات مناسبه تقدر تحاسبه بيها، يتوفر له طلباته، يتوفر له كل شيء، بعد كده تحاسبه. عندك كونفدراليه، عندك دوري، عندك كاس. كونفدراليه انا عاوز اخدها
باذن الله الدوري، يا تاخد الدوري يا تطلع تاني. الكاس طبيعي ان انت تنافس على الكاس، ده التارجت بتاعك. عشان تعمل التارجت ده انت لازم لك حاجات اوبشن تتوفر، حاجات لازم تتوفر لك، على الاداره انها توفر لك ده. ده حصل، ابتدي حاسب جروس. لكن ما هو مش ساحر، مش هيعمل لك مش زناري يعني فان دايك، لا مفيش الكلام ده يا اسطى، مفيش الكلام ده. ومش اللي هو برضه هو مستر جروس الهراب، لا مفيش الكلام ده حبيبي. في واقع، في معادله كده اسمها معادله الواقع في التعامل مع الاشياء. معادله الواقع بتقول مدرب اختيار عاقل، ادي واحد. وفر له بقى احتياجاته عشان تعرف تحاسبه، ما وفرتلوش احتياجاته ما تعملكش حاجه عنده. السلام عليكم.